سر عظيم في حياة الناس، قوة جبارة في حياة البشر، آية من آيات الله الخالدة. في البدء كانت الكلمة، كلمة تبني أمة وتصنع عظيما، وكلمة تقتل أملا وتهدم إنسانا. إنها الهوية والذات والأنا، إنها الثقافة والتاريخ، إنها العصا السحرية التي من خلالها تفرض السياسة سلطتها، فهي أداة التضليل وصناعة الزيف، وهي في الحرب أخطر من كل الحروب العسكرية. وفي معركة الحياة والوجود للعرب والمسلمين ليست اللغة بمعزل عن الصراع، إنها في قلب الحدث. تعالوا بنا نتعرف على الحقائق كما تتجلى في مشهد اللغة، ولنبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوتي في الإنسانية وفي الوطن وفي الإيمان بكل صلة إنسانية على الكوكب الأرضي كله، هذه حلقات نريد فيها أن نسترد وعينا، نريد أن نفهم من خلال وسيلة البيان، ألا وهي اللغة، والتي تحولت في الحياة المعاصرة ومع التقنية العلمية الحديثة إلى سلاح أكثر فتكا من السلاح العسكري والحروب العسكرية. تحدث كما بينا قبل ذلك، تحدث انهزامات وهزائم نفسية يمكن أن تحقق هذا الصمود وهذا التلاحم بين قوى الشعب، ويمكن أيضا أن تكون الوعي وأن تكون البناء إلى آخر ذلك. حلقة اليوم في مشهد اللغة إنما تحت عنوان اللغة والمعلوماتية. في إطار التقنية الحديثة بدأت اللغة تستحدث لنفسها أدوارا لم تكن معروفة من قبل. يعني على الإنترنت، شبكة المعلومات، وكل الأجهزة الحديثة، أصبح إعداد المحتوى يحتاج إلى أسلوب جديد، أسلوب جديد يختلف عن الأسلوب اللغوي القديم الذي كان يتبع قديما. وعشنا قبل ذلك وعلمنا أن لغة الإنترنت لها مواصفات أخرى، فهي مختصرة وقصيرة وسريعة وهادفة إلى آخر ذلك. إيه كمان؟ في مسألة مهمة جدا. قبل ذلك كان تأثير اللغة في رسالة يصل بعد شهر مثلا لمنطقة بعيدة، يصل بعد أسبوع، يصل بعد 3 أشهر إلى آخر العالم. لكن الآن أنت وصول الرسالة لحظية. يعني إيه؟ يعني التأثير قبل ذلك كان ينتظر 3 أشهر أو شهر أو أسبوع، لكن الآن هو لحظي، مجرد لمسة المفتاح تصل الرسالة، التأثير فوري. انتبه، هذه مسألة في غاية الخطورة. ومن هنا فعالية اللغة أصبحت سريعة وخطيرة للغاية جدا. الرسالة تصل في لحظة، قبل ذلك كانت تصل في شهور، تصل في أسابيع، تصل في أيام إلى آخره. فنفاذ الرسالة واللغة إلى مصادر المعلومات والمعرفة أيضا أسرع. يعني حصولك على المعلومة يختلف عن ذي قبل. مثلا أذكر وأنا في دراسة السنة التمهيدية للماجستير كنت أحقق بيت شعر أؤصل به دلالة من الدلالات. جلست 6 أشهر أطوف بالمكتبات والمراجع حتى أحصل على الاسم الموثق للشاعر وهذا البيت والنقد الذي أقيم حوله إلى آخر ذلك، وأنا أوثق ذلك المعنى.
الآن أنا لا أحتاج إلى 6 أشهر، أنا أحتاج لمسة مفتاح تأتيني كل المعارف والمعلومات وكل الدراسات وكل شيء. انظر إلى الفارق، فارق خطير جدا في إطار المعلوماتية. النفاذ إلى المعلومة أصبح خياليا سريع جدا بلمسة مفتاح. ثم ماذا؟ استيعاب المعرفة وتخزين المعرفة أخذ شكلا جديدا. يعني مثلا ممكن بكورس مدمج هكذا أنت تضع مكتبة كالكونجرس مثلا، ولا أقول لك دار الكتب المصرية، على كورس مدمج بسيط في كل الكتب دي. انظر إلى مساحة المباني ومساحة العاملين والتكلفة الخاصة بذلك بهذه المكتبة، وهي موجودة على الإنترنت كمعلومة موجودة في حيز لا يساوي شيئا. هذه أيضا المسألة إذن اختلفت. نحن في زمن جديد، استحدثت اللغة لنفسها أدوارا حديثة، أدوارا جديدة. ينبغي أن نعي هذه الأمور والتعامل مع المعلوماتية على قديمه، على النظام القديم، على الأسلوب القديم، هو عزلة، هو موت، أنك خارج منطقة التأثير. وكما أشرت قبل ذلك مثلا في الفيسبوك، الكتابات الموسعة لا أحد يقرأ، إنما البوستات والمختصرات والنقاط السريعة هي التي تسير. نحن أمام شكل جديد، ينبغي أن نستوعب كل هذه الأمور. توظيف المعرفة في تفسير الظواهر. أنت تحدث وعيا عاما، توجه رأيا بسرعة خطيرة. أيضا في اتجاه الآن على الإنترنت في المعلوماتية إهلاك المعرفة القديمة واستحداث المعرفة الجديدة. وهنا في مواجهة خطيرة جدا، في صراع خطير بين الرصيد المعرفي القديم، وهل يمكن أن تحتفظ به ولا يتعرض لإهلاك المعرفة. هذه مسألة خطيرة جدا، وأن تعيد إنتاجه بأسلوب العصر حتى تتواصل الأمة مع تراثها ومع معرفتها ومع كل هذه الأمور، أم سنقف عاجزين وننظر فقط إلى التراث وننظر فقط إلى الماضي ونعزل أنفسنا عن الحاضر والمستقبل؟ هذه كلها رؤى في إطار اللغة والمعلوماتية. على الرغم من كثرة الحديث عن أهمية اللغة في عصر المعلوماتية، إلى أن العلماء بيقسموا جملة من الدوافع لهذه النظرة: دافع اقتصادي، دافع سياسي، دافع علمي، دافع تكنولوجي، دافع اجتماعي، دافع ثقافي، دافع تربوي، دافع إعلامي. قد يكون الكلام غريبا على البعض حتى من أهل التخصص، لكن الحقيقة أنها مهمة، لأن اللغة تنقلنا إلى قلب الحدث. مشهد اللغة في إطار المعلوماتية، وكيف استحدثت اللغة لنفسها أدوارا جديدة لم تكن معهودة من قبل. يعني في نهاية هذا التمهيد وهذه المقدمة، وسنواصل الكلام عن هذه المسألة في حلقات قادمة إن شاء الله. يعني ما المطلوب؟ المطلوب أن تحدث نفسك زي ما بتحدث الجهاز الكمبيوتر الخاص بيك وتحدث جهاز المحمول الذي معك. أنا وأنت نحتاج إلى تحديث، إلى تحديث الأسلوب، تحديث المعرفة، إلى تحديث طريقة التعامل، إلى اللغة الجديدة، إلى الصياغة الجديدة، وإلا فقد عزلنا أنفسنا، والعزلة موت. مشهد اللغة من حقنا أن نعرف وأن نتعلم، وألا نعزل أو نعزل أنفسنا بقصد أو بغير قصد، والفائز من يدرك دوره. إن شاء الله نواصل الحديث مع مشهد اللغة. على خير نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.